تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. طريقة الهاكر في الهروب من التتبع: الهاكر بيغير البابليك اي بي بتاعه كل 10 ثواني، مش شرط يعني 10 ثواني، ولكن كل مدة معينة هو اللي بيحددها. تعالوا نشوف ازاي. هنعمل انستول للتور ده من خلال الامرين دول. كل الاوامر هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت. التور ده هو اللي هيغير الاي بي، وهعمل له انيبل، وبالامر ده هتأكد انه اشتغل تمام كده. هنعمل ملف .sh وهنسميه اي اسم. انا مسميه rotate for IP، وهفتحه من خلال الامر نانو، وهحط جواه الاوامر دي. هنا انا بقول له غير الاي بي كل 10 ثواني، وعشان احفظ الاوامر دي في الملف هضغط على كنترول او انتر كنترول اكس. هدي صلاحية لتنفيذ الملف ده من خلال الامر ده، والامر ده بيشغل الملف. هلاقيه بيغير لي الاي بي اهو كل 10 ثواني بالشكل ده. طيب عايز اتاكد ان انا فعلا واخد الاي بيات اللي هو بيغيرها دي، لازم ادخل على براوزر، بس الفايرفوكس مش هيظهر لي التغيير ده. لازم ادخل على براوزر التور، هعمل له انستول من خلال الامر ده وهشغله، وهضغط على كونفيرت، وهدخل على جوجل وهكتب هو از ماي اي بي عشان خاطر اشوف البابليك اي بي بتاعي. كل ما اعمل ريفرش هلاقي البابليك اي بي بيتغير. يعني لو استخدمت فايرفوكس هلاقي الاي بي بتاعي ثابت ما بيتغيرش. لازم استخدم التور براوزر، يعني عشان خاطر الاي بي يتغير معايا ويظهر ان هو متغير لازم استخدم التور براوزر في التعاملات بتاعتي مش الفايرفوكس.